ركز معايا. هناخد درس جديد اسمه مساحة شبه المنحرف. ركز معايا. للأسف القانون المظبوط لحل مساحة شبه المنحرف محدش تناوله في منهج سنة 6 اللي هو القانون الأساسي اللي المفروض تشتغل بيه. فاحنا هنوريك نقدر نجيب المساحة كده ازاي وبالقانون المظبوط نجيبها ازاي. ركز معايا. اولا لازم حضرتك تبقى عارف ان شبه المنحرف عبارة عن شكل رباعي به ضلعان فقط متوازيان. ضلعان فقط ايه؟ متوازيان. شبه المنحرف انت المفروض بتقسمه، يعني شبه المنحرف بالطريقه دي حضرتك بتقسم. لا وقف. زي ما احنا شايفين احنا قلنا هنقسمه ايه؟ لمثلث. فالمثلث على جنب اهو واحده اهو، من هنا 3 وحدات ومن هنا 4 وحدات. المستطيل قصدي 3 وحدات ومن هنا 4 وحدات. المثلث وحدتين وهنا 3 وحدات. المثلث الثاني وحدتين وهنا 3 وحدات. هنجيب مساحة المستطيل الأول. مساحة المستطيل الطول في العرض يبقى 3 في 4. 3 في 4 بكام؟ ب 12. طب مساحة المثلث الأولاني نص القاعدة في الارتفاع يبقى نص 2 في 3. يلا نص 2 في ايه؟ في 3. نص 2 بواحد. 1 في 3 ب3. المثلث الثالث اللي هنا المثلث الثاني نص في 2 في 3. نص في 2 في 3 نص الاثنين 1. 1 في 3 ب3. مساحة شبه منحرف بقى هتعمل ايه؟ هتجمع ده وده وده. 12 و3 15 و3 18. يبقى مساحة شبه منحرف كام؟ 18. طيب مستر دي كنا بنراجع منها من اللي مكتوب. طب احنا دلوقتي لو عايزين ناخد بقى مسألة من لوحدينا بقى نعمل ايه؟ تعالى معايا هنا. هنقسمه الأول مستطيل ومثلثات. ادي القاعدتين المتوازيتين. انزل من هنا عمود وانزل من هنا عمود. تعالوا نشوف المستطيل كام في كام. 1 2 1 2 3 4 5. يبقى تحت هنا كام؟ 5. طب في الجنب 1 2 3 4. في مشكلة؟ طب المثلث من هنا كام؟ 1 2 3 4. طب المثلث ده 1 2. طبعا دي 4 يبقى دي كام؟ 4. طب عشان احل بعمل اول حاجه بجيب ايه؟ المستطيل. مساحه المستطيل الطول في العرض. 5 في 4 ب20. في مشكله؟ المثلث الثاني الاولاني هيبقى المثلث رقم 1. هنقول ايه؟ نص القاعده في الارتفاع يبقى نص في 4 في 4. نص في 4 في 4. نص الأربعة 2 في 4. المثلث الثاني اهو المثلث ده نص في 2 في 4. نص في 2 في 4. نص الاثنين 1. 1 في 4 ب4. يبقى مساحة شبه المنحرف بتساوي ايه؟ 20 و8 28 و4 2 وايه؟ و30. يبقى هنختار 2 وايه؟ و30. وقف. في طريقة أسهل من كل اللي مكتوب في الكتاب كله. الطريقة اللي موجودة قانون بنحفظه. ايه القانون ده؟ قال لك مساحة شبه منحرف نص مجموع القاعدتين في الارتفاع. نص مجموع القاعدتين مين هم؟
هما القاعدتين؟ قصدي القاعدتين المتوازيتين، وده الارتفاع وده ايه؟ الارتفاع. يبقى دول القاعدتين وده ايه؟ الارتفاع. يعني الشكل الاول ده لو انا عايز اجيب مساحه شبه المنحرف على بعضه بقى بتكه واحده هعمل ايه؟ هقول نص في مجموع القاعدتين في الارتفاع. مجموع القاعدتين مين هما القاعدتين؟ 4 و6. في الارتفاع اللي هو كام؟ 5. يلا 4 زائد 6 نصها 5 في 5 تاني 4 زائد 6 نص ال10 5 في 5 بس كده انتهت. عايز تجيبها واحدة واحدة 4 و6 10 نصها كام؟ في 5 بيساوي كام؟ 25. طبعا سنتيمتر ايه؟ مربع. ولا نجيب مساحة المثلث الأول ولا نجيب مساحة المثلث الثاني ولا نجيب مساحة المستطيل ونقعد نجمع، لا هي تكة واحدة. خلاص؟ مثال تاني يمكن احنا ما فهمناش. هنقول ايه؟ المساحة بتساوي ايه هنا؟ مساحة شبه منحرف. مساحة شبه منحرف بتساوي ايه؟ نص في مجموع القاعدتين في الارتفاع. مجموع القاعدتين، القاعدة الأولى 5، القاعدة الثانية 10، يبقى 5 زائد 10 في الارتفاع اللي هو كام؟ 3. 5 زائد 10 نص ال 15 7 ونص. 7 وايه؟ ونص. 7 ونص في كام؟ في 3. عايزين نضرب 3 في 7 ونص. 3 في 5 كام؟ 22 ونص سنتيمتر ايه؟ مربع. دي اسهل ولا التانية اسهل؟ مثال ليك. حضراتكم عايزين نحل المسألة دي، ركز معايا. هنعمل ايه؟ ايوه نص في مجموع القاعدتين في الارتفاع. مجموع القاعدتين قاعدة ب8 وقاعدة ب4، يبقى 4 و8 والارتفاع العمودي عليهم كام؟ 5. 4 و8 كام؟ نص ال 12 يبقى 6 في 5 بكام؟ 30. مين عملها صح؟ كده يبقى احنا نجحنا في القصة دي. سنتيمتر ايه؟ مربع. وقف. افرض ان هو جايبها لك بالشكل ده، هنحسب المساحة ازاي؟ ركز معايا. اولا كده لازم نعد طبعا القاعدة المتوازيتين او القاعدتين المتوازية، ادي قاعدة ودي ايه؟ قاعدة. اول حاجة هنعد من تحت 1 2 3 4 5 6 7 تحت 7. طب فوق 1 2 3 3. طب الارتفاع كام؟ 1 2 3 4 4. يبقى المساحة بتاعتي نص في مجموع في الارتفاع. قاعدتين 3 و7 صح؟ الارتفاع كام؟ 4. 3 و7 كام؟ نص ال10 5 في 4 صعبة؟ في أي مشكلة؟ تعالى هنا عد تحت 1 2 3 4 5 6 فوق 1 2 الارتفاع 1 2 3 4. الارتفاع ان المسافة ما بينهم. خلاص؟ يبقى الإجابة هتبقى إيه؟ نص في مجموع القاعدتين اللي هما كام؟ 2 زائد 6 2 4 يلا 2 و6 8 نص 8 4 في 4 في صعوبة؟ حد مش فاهم؟ طيب اتفضل حضرتك حل لي ده. يلا فين القاعدتين المتوازيتين؟ واحدة فوق وواحدة تحت. 1 2 1 2 3 4 5. الارتفاع 1 2 3 4. يبقى الإجابة نص في مجموع القاعدتين في الارتفاع 5 و2. الارتفاع اللي هو كام؟ 4. 5 و2 كام؟ 7. يبقى 7 في 4 في نص صح؟
ينفع اجيب نص السبعة؟ لا. طب ينفع اجيب نص الاربعة؟ نص الاربعة كام؟ 2. 2 في 7 بكام؟ فيها صعوبة؟ هنا عادي. لا النص تقدر تجيب اي واحدة فيهم، مش شرط. تعالى هنا، مش طلعت نفس الناتج معاك؟ لا يبقى انت اتلخبطت. تعالى هنا، فين القاعدتين المتوازيتين؟ هل ده بيوازي ده؟ لا. طب ده بيوازي ده؟ اه. القاعدتين المتوازيتين اهم. هنا 1 انما هنا 1 2 3 4. الارتفاع اللي هي المسافة ما بينهم، ها؟ 1 2 3 4 5 6 7. يبقى انا بعد ايه؟ المربعات. يبقى نص في مجموع القاعدتين في الارتفاع. قاعدة ب4 وقاعدة ب1، يبقى 4 و1. وارتفاع بكام؟ ب7. 4 و1 يبقى 5 في نص في 7. 5 في 7 35. نص ال 35 17 ونص. وحدة مربعة. في أي مشكلة؟ طيب افرض إن هو جاب لك بالشكل ده، تعمل إيه؟ هنا هو بيحاول يساعدك يعني إيه بطريقته. يقول لك مساحة المستطيل ومساحة المثلث. أنت مش تعمل كل ده؟ إحنا فاهمين بقى نعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ نص مجموع القاعدتين في الارتفاع. فين القاعدتين؟ ادي قاعده وادي قاعده، صح؟ اللي فوق 6، اللي تحت كام؟ كام؟ 7. يبقى القاعدتين 6 زائد 7 في الارتفاع اللي هو كام؟ 4. 6 و7 يبقى نص في 13 في 4. تعرف تجيب نص ال 13؟ طب تعرف تجيب نص الأربعة؟ 2. 2 في 13 بكام بقى؟ 26 سنتيمتر ايه مربع. في صعوبة؟ حل اللي تحتها. ركز معايا. أولاً لازم أعرف إيه القاعدة وإيه الارتفاع. القاعدة اللي فوق 9، طب القاعدة اللي تحت كبيرة كام؟ 2 و9 11 1 12. الارتفاع بتاعهم كام؟ 6. يبقى أنا ليا دعوة بده وبده وبده بس. ركز معايا. قلنا إيه؟ نص مجموع القاعدتين في الارتفاع. قاعدتين كام؟ 9 و12. يبقى 9 وادي 12 في الارتفاع اللي هو كام؟ 6. 9 و12 كام؟ 21. ينفع اجيب نص ال 21؟ لا. طب نص ال6؟ يبقى 21 في 3 تديني 3 و60. مين عملها صح؟ حد مش فاهم؟ طيب